بسم الله الرحمن الرحيم. سواء كنت مسلم أو غير مسلم، ممثل أو غير ممثل، دمك خفيف أو دمك مش خفيف، لكن يظل في الأول وفي الأخير إن أنت ليك حق تعبر عن رأيك. أنا شفت بوست على فيسبوك شخص بيقول إن هو مش متقبل برنامج سامح حسين نهائيا. البوست ده فيه كام حاجة كده لفتت انتباهي، حابب إن أنا أعبر عن رأيي أنا كمان، ويبقى حاجة ما يشبه رياكت كده للبوست مش لفيديوهات. قبل أي حاجة، لصاحب البوست ده أو لصاحب المنشور ده، أنا أقسم بالله بتكلم معاك، أنا مختلف معاك لكن انا بتكلم بكل هدوء، بدون التقليل منك او من حقك، وبدون التهكم اطلاقا، وبدون الكلام ده، لان انت كاتب بوست بيتكلم عن الكوميديا وبيتكلم عن الدين، وانا عندي الاثنين. عندي الدين طبعا الحمد لله انا مسلم، وعندي الكوميديا اللي هي اكل عيشي كستاند اب كوميديان. بالمناسبه انا اسمي علي قنديل، ستاند اب كوميديان وممثل مسرح. حضرتك بتقول اول الكلام انا مش متقبل برنامج سامح حسين نهائيا. حلو، ده حقك جدا طبعا، وهو في الاول وفي الاخير سواء استاذ سامح او اي حد اخر بيقدم منتج للناس، طبيعي جدا ان هو يكون عنده استعداد للقبول او الرفض او الاستياء او التقبل من عدمه، يعني عشان نكون اكثر دقه ووضوحا، فده حقك 100%. تستطرد بتقول ومش متقبل تصدير وجه ممثل يجي يكلمني في الدين والاسلام والحياه. طيب ده مش مفهوم، يعني هل الممثل ده ملوش الحق ان هو يتكلم عن رؤيته للدين؟ ملوش الحق ان هو يشارك تجربته معاك فيما يتعلق بالدين والاسلام؟ هل الممثل ده مش من حقه يتكلم في الدين حتى لو هو غرضه ايجابي وغرضه خير وغرضه منفعة للناس؟ انت ليه مش متقبل ان ممثل يتكلم في الاسلام او في الدين؟ ايه الحكمة؟ ماذا يعيب الممثل علشان نمنعه ان هو يتكلم عن الدين او عن الحياة او عن الاسلام؟ وحضرتك بتستطرد قائلا على اساس ايه اسمعك؟ على اساس ايه اسمعك؟ على اساس اللي هيقوله مش مين اللي بيقوله. انت كده مبدئيا حرمت الممثل ان هو يتكلم، وكمان خليته ابعد منك عن الدين، واحنا ما نعرفش انت على مقربة قد ايه من الدين الاسلامي. ومش بتهمك، اقسم بالله انا بتكلم من منطلق هات وخد بالبلدي. يعني دلوقتي هو عشان ممثل ما ينفعش اسمعه بيتكلم في الدين؟ يعني هو لو انت في صلاة جمعة ولقيته واقف جنبك بيصلي الجمعة، هتطلع من الصف هتحرمه يدخل يصلي في المسجد؟ هتقف بينه وبين ربنا وتقول يا رب لا ده ممثل ما ينفعش تقبل منه صلاة ولا صوم؟ انا كل ده مش بتكلم عن المحتوى اللي بيقدمه استاذ سامح حسين، ولا بتكلم عنه هو كشخص، انا بتكلم عن وجهة نظرك في ان على اساس ايه تسمع ممثل بيتكلم في الدين. طيب حضرتك بعدها بتقول بعيدا عن شخصه وعلاقته بربنا هو كشخص. طيب ما ده بينفي اللي حضرتك قلته في الاول. ليه التناول للممثل ان هو يعني ماشي بغض النظر عن الاساس اللي هو عن شخصه وعلاقته بربنا، انا ليه اسمعه بيتكلم في الدين؟ ايه المشكله يعني هو لو موظف حكومه عادي نسمع. هل هو لو بارمان اجنبي واسلم وتاني يوم عمل فيديو بيقول يا جماعه انا امبارح كنت شغال ساقي في حانه ودلوقتي انا الحمد لله اسلمت، انت نفسك هتعمل ايه ساعتها؟ هتعمل ايه؟ هتاخد الفيديو بتاعه ده وتقول يا جماعه، وهتبرر لنفسك حاجات كتير جدا، وهتقول اذا جاء نصر الله والفتح، وهتقول شاهد شاهد من اهلها، وهتلاقي لنفسك كذا مبرر وكذا مفسر ان انت شايف ان اللي حصل ده في صفك، ان واحد اجنبي كافر اسلم فاصبح دلوقتي تمام نسمع منه بقى وهو بيتكلم عن جماليات الدين. ده بناء على ايه؟ بناء على ايه؟ هو الاسلام جه اصلا علشان ايه؟ عشان يقطع اي دخيل، اي وسيط، اي سمسار بينك وبين ربنا. مفيش حد بينك وبين ربنا. اللي حضرتك بتعمله ده ان انت تدخلت فورا بين استاذ سامح وبين ربنا، وبتقول لا انا مش عاجبني والله ان هو يتكلم. انت مالك؟ انت مالك؟ هل انت اتش ار في الدين الاسلامي؟ هل في حد له الحق ان هو يتدخل ويحسب مين عنده كم من 10 كمسلم، ومين عنده كم من 10 كمسيحي، ومين عنده كم من 10 كمؤمن بربنا؟ مش من حقك اصلا تعمل حاجه زي كده. من حقك ان انت لا تتقبل البرنامج كمتفرج، حقك 100%. حقك ان انت لما يتقال لك نكته تقول بايخه، حقك ان انت لما يتقال لك مشروع ترفضه، حقك ان انت لما يتقال لك حاجه بالمنطق يبقى عندك منطق اخر مضاد ليها ومنافي ليها، حقك تماما. لكن مش من حقك تحرم بني ادم انه يتكلم عن علاقته بربنا مهما كان ظروفه. يعني عامل تاتو بقى، عامل ديل حصان، حاطط حلق، مش موضوعك خالص. انت بتقول باي اساس اسمع ممثل كوميدي يجي يكلمني عن الحياه في برنامج ممتزج بطابع ديني؟ ايه المشكله؟ لا فعلا ايه المشكله؟ هل الممثل الكوميدي ده كافر؟ يعني انت كده بتفترض فيه ان هو منافق او ايمانه ضعيف او جاهل في الدين او ما عندوش رؤيه او شخص غير سوي، او انت بتفترض دلوقتي وبتفترض الصحه المطلقه في ان الممثل ده
انسان ما عندوش روحانيات، ولو موجوده هتبقى ضعيفه عشان ممثل وكوميدي. يعني يعني لو كان ممثل تراجيديا كان عادي، يعني عادي يتكلم في الدين. لو هو ممثل اكشن عادي يتكلم في ايه الفكره في ان هو طالما كوميدي فاللي هو على اي اساس؟ على اساس اللي بيقولوا، على اساس اللي بيقولوا. انت لحد دلوقتي ما قلتش اي حاجه بتنتقد اللي استاذ سامح بيقوله في البرنامج، وانا لحد دلوقتي ما اتكلمتش عن البرنامج برضه، لكن انا بتكلم في حاجه اساسيه في اللي انت قلته، مش بتكلم فيك. انا ما اعرفكش، ما اعرفش علاقتك بربنا، ولو عارفها مش هتكلم، لان انت وارد جدا لحد اخر لحظه لاخر نفس وانت على فراش الموت يديك طول العمر. ربنا يغفر لك لو انت كافر، تسلم لو انت كافر، يغفر لك لو انت مذنب وفاسق وصح. فدلوقتي حتى الان انت ما اتكلمتش في ماهيه ما يقوله برنامج استاذ سامح حسين، بالعكس انت بتتكلم في تصنيفه في المطلق، يعني زيه زي فلان زي علان كلهم ممثلين. انت بتتكلم في ان دي وصمه ممثل كوميدي، فازاي يتكلم؟ يعني ايه ازاي يتكلم؟ امال ايه تتكلم انت بناء على ايه؟ تتكلم انت ويتكلم هو، وكل واحد الراجل عنده شعبيه بيستثمرها ولا يستغلها في ان هو يعمل حاجه طيبه ولطيفه وفارقه مع الناس. مش ده احسن ما يكون الموضوع اللي بيقدم ده 100% ملوش غرض خير، 100% ابتغاء الفلوس؟ انا ما غلطتش في حد. البوليس ده جاي ليه؟ ولا ده اسعاف؟ ولا ربنا يستر يا رب. حضرتك بعد ما قلت ان باي اساس اسمع ممثل كوميدي يجي يكلمني عن الحياه في برنامج ممتزج بطابع ديني، بتقول يعملوا مسلسلات يطلعوا فيها الشيوخ باكثر الصور سفاله. هو ده تعميم. انت كده بتتكلم عن كل الناس اللي بتعمل مسلسلات. وعلى فكره انا متفق معاك بنسبه كبيره جدا. انا نفسي كعلي المسلم منزعج جدا جدا من وجود الطابع النمطي لرجل الدين المسلم او الرجل المتدين، ان هو شهواني وعدواني وكشر مش بشوش زي ما سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام امرنا. وشهواني دي حط تحتها خطوط كتير جدا. يعني انا مش عايز اذكر امثله علشان ما يبقاش موضوع الفيديو ده افتعال خناقات وتبقى الدنيا قامت في بعضها. لا، خلينا نتكلم في ان ده بيحصل، وبيحصل كتير، وبيحصل كتير لدرجه ان للاسف الشديد احيانا بيكون على حساب رجل الدين ده في تقديم اسمها ايه، في اوكي دي كده هتبقى اكثر دقه، في توجه كده ان فتاة الليل والعاهرة تكون لازم تتعاطف معاها، ولازم تكون شغلانتها دي مبرره بشكل ما. بنسبه كبيره ده بيحصل، بس مش على طول. ما في فتيات ليل تاني بتبان انها رخيصه جدا وحقيره جدا. انا عندي انزعاج من فكره ان مش بس رجل الدين، لا، رجل الدين ورجل الشارع المصري المحترم، الست المصريه المحترمه بتقدم دلوقتي بنسبه كبيره جدا، بما فيهم الاطفال كمان بالمناسبه، بيقدموا ان هم همج، وان هم بلطجيه، وان هم حراميه ونصابين ونشالين ومزورين وبتوع 3 ورقات وحلنجيه وكده. فاحنا عندنا مشكله اصلا في تقديم صورة النموذج المصري ده، عندنا مشكلة في تقديمه بقالنا كتير جدا، وانا مش فاهم ده في صالح مين. فانا متفق معاك في ان في مشكلة، لكن ما اقولش بيعملوا مسلسلات في المطلق. كنترول ايه؟ ما ينفعش. التعامل مع مشروع ان انت عممت المشروع بتاع استاذ سامح ان هو ما ينفعش خالص يتكلم، وعممت ان هو ممثل فكل الممثلين اللي في الكوميديا ما يتكلموش، وعممت ان كل المسلسلات بتقدم رجل الدين وحش. لا 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 لا، اهدى ومالكش دعوه مين بيقول ايه. انت ليك دعوه باللي بيقال، ليك علاقه بالقول وليس قائله. انت مالك ومال قائله؟ هو انت ارحم من ربنا؟ هو انت عذابك اشد من ربنا؟ انت ليه تحرم الناس ووفقا لوجهه نظرك؟ انت كده مش ماسك العصايه من النص، انت كده متطرف جدا جدا. مع ان البوست يبان ان هو عادي، اللي هو يا جماعه انا مش متقبل. بتقول يعملوا مسلسلات يطلعوا فيها الشيوخ باكثر الصور سفاله، ويطلع لي برنامج لممثل كوميدي يكلمك عن السماحه والحياه الممتزجه بالاسلام شويه، ويطلعوا ممثل يدينا فتاوى. انت جبت انت بتقرا الكف، يعني انت معاك نسخه من القدر كتيب كده للجيب. انت فجاه الموضوع خدته بشكل اللي هو لا يا جماعه محدش يتكلم، هدوء في اللوكيشن، محدش يتكلم في الدين، انا لوحدي اللي اتكلم في الدين وانا اللي احدد. انت مش متقبل حقك، ولكن كلمه مش متقبل اخرك فيها تتكلم من منطلق هذا الشخص الغير متقبل، لكن ما تقولش انا مش متقبل فيبقى الكلام يبان ان هو متحضر وحريتك الشخصيه وكده، وتبدا تنهال على الناس باحكام وصيغ سلبيه جدا ومهينه جدا لشغلانه الراجل، مهينه جدا لدوره، مهينه جدا لغرضه الخير من المشروع ده. اللي انا لسه لحد دلوقتي ما كلمتكش في اللي بيقال منه، انا بكلمك في اللي بيقال منك انت. لا ده انت كده داخل تحكم وتحجر على الناس، اللي هو لا طالما ممثل كوميدي ما ينفعش. طب لو محامي بالنقد هنعمل ايه؟ دكتور سنان هنعمل ايه؟ فواعلي هنعمل ايه؟ فران هنعمل ايه؟ طب مخرج مسرح هنعمل ايه؟ طب سيناريست هنعمل؟ طب خطاط؟ يعني انت وفقا لايه بتربط المهنه
بتربط المهنه بالكلام في الدين، وفي النص في انسان انت شلته كده رميته بره الحزب. انت عارف في ممثلين قد ايه كتير سواء كوميدي او غير كوميدي بيعملوا خير، بيعملوا اطعام، بيجهزوا بنات غلابه، بيساعدوا في فك دين الغارمات، وحاجات كتير قوي في بنى كنايس ومساجد وتعليم جامعه ومنح لناس. وفي ناس بتروح تحضر قعدات عرب علشان تضمن حق عروسه يتيمه ملاش حد. في ناس بتتكفل بايتام في دراستهم. في ناس كتير بتعمل كل الكلام ده. هل هم بيطلعوا يقولوه؟ وفي طبعا، لكن انت ما تعرفوش. هل انت تعرف لو انتوا الاثنين واقفين جنب بعض في صلاه جمعه مين فيكم خاشع اكتر من التاني ومين فيكم خايف على الجزمه تتسرق؟ انت ما تعرفش. لكن لما ممثل كوميدي فخلاص، ما ليه؟ هو ماله الممثل الكوميدي؟ حرام يعني اصلا انت لو ضامن ان احنا ما ينفعش نتكلم في الدين وما بنقراش فيه، يبقى لا، يمنعونا. الدوله تمنعنا بقى ان احنا ندخل مساجد، حد يجي بقى ياكد علينا كل يوم رمضان ان احنا فطرنا مش صايمين. هو ايه الحكايه؟ انت بعد ما قلت شويه ويطلعوا ممثل يدينا فتاوى، قلت خطه شيطانيه في منتهى الذكاء. وهنا انا مش حابب انصحك، انا حابب بس الفت انتباهك لحاجه، ان احيانا لما الناس بتفترض حاجه خياليه شويه وحاجه غير حقيقيه وغير مستنده على واقع ملموس او حقائق ملموسه، بتفترض او بتبيع لنا فكره ان الخطه دي في منتهى الذكاء علشان يبقى احنا مش شايفينها وانت بس اللي شفتها، عشان تضفي صفه الحقيقيه على الموضوع. مفيش لا خطه ولا شيطانيه ولا حاجه. يعني خطه شيطانيه دي مين اللي خطط؟ سامح حسين؟ ولا في حد وراه؟ ولا في دوله اجنبيه قالت له اطلع اتكلم في الدين حلو علشان انت ممثل كوميدي، فيبقى ساعتها الاستاذ فلان يتضايق ويبقى ممكن يكشف الخطه، فساعتها ممكن نغتاله. هو انت رايح فين بالخطه الشيطانيه؟ هل ده مخافة ان يحصل تمييع للدين الاسلامي او لشعائره او لايماننا بيه؟ هل ده مخافة ان يحصل فيه يبقى عندك نسخة دينية صايصة؟ لا، ما ثواني بقى، ثواني. لو في خطة شيطانية قول لنا الراجل غلط في ايه في البرنامج بتاعه، وساعتها نتكلم كلنا نقول والله، وتتكلم بشكل في استناد، في حاجات مؤكدة مش مشكوك فيها، ونتكلم. قول له يا استاذ سامح معلش، قول له يا سامح، هو هيقبل منك جدا عادي خالص والله. قول له لا معلش يا سامح، الحلقة اللي اتكلمت فيها عن القرآن او الحلقة اللي اتكلمت فيها عن الحسد، لا الكلام مش كده، لان الكلام 1 2 3 رواه فلان حصل كذا. ساعتها نتكلم، وهو على فكرة يتقبل منك ده، وانا اضمن لك ده بنسبة كبيرة جدا باذن الله، لان احنا نحسبه على خير هذا الرجل. قول له والله انت اللي انت بتقوله ده ما ينفعش عشان 1 2 3. لكن ايه ده لابس ازرق ما ينفعش تتكلم؟ ايه يا عم ده؟ ايه يا عم ده؟ إيه ازاي؟ طب ابسط سؤال في الدنيا كان ممكن اسالك من الاول، امال انت مين بقى؟ فتقول له والله واخد شهادات واخد مش عارف ايه. ما وقفتش جنبك في صلاه، لا صليت بيك ولا صليت بيا. يعني انت جبت منين تذكره الدخول بين بني ادم وربه؟ بعد كده حضرتك اختتمت قائلا في المنشور بتاعك حديث النبي عليه الصلاة والسلام لما قال صلى الله عليه وسلم، انا مش هقرا من عند حضرتك، معلش انا هقراه بالتشكيل عشان برضه انا مش. سيأتي على الناس سنوات خداعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين وينطق فيها الرويبضة. قيل وما الرويبضة؟ قال الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. ده الراوي انس بن مالك وابو هريره. تمام. طبعا انا لو اتكلمت دلوقتي في هذا الحديث انت هتقول انت ممثل كوميدي انت كمان، فما ينفعش تتكلم. فهندخل في حته بقى اللي هو ايه، لا طالما اشتغلنا الشغلانه دي ما ينفعش. انت عارف انت حاططنا فين دلوقتي؟ انت زنقنا في حته فعلا مزعجه جدا، وفعلا انت محتاج تحط نفسك مكاننا، مكان اي حد بيشتغل ممثل، اي حد فنان، اي حد في الدنيا، لما تقول ان هذه الفئه ما ينفعش تتكلم في الدين. طب ما تتكلم انت. يعني هو سامح حسين محتاج في البرنامج بتاعه انه يمثل ولا محتاج يتكلم من قلبه؟ محتاج يتكلم من قلبه. طب ما تطلع انت تتكلم في الكلام ده. اعمل انت اعاده تدوير لهذه الخطه الشيطانيه، اعملها انت بخطه ملائكيه واعمل البرنامج ده، لان هو الموضوع على فكره مش محتاج تمثيل. فانت لو زيرو موهبه، انت لو معكش يكمل الصفر في الموهبه، تقدر تعمل البرنامج ده عادي جدا، ويبقى ساعتها نسمع منك ونشوف انت بتقول ايه. ولو هو الراجل قال حاجه غلط يا عم صلحها. اعمل برنامج اسمه الرد على سامح حسين اللي بيتكلم في الدين، ما ينفعش والله ما بهزر. اعمل حاجه اسمها زمن الرويبضه، الناس الرويبضه والناس بتتكلم، الناس التافهه بتتكلم في امور الدين. انا حتى الان ما اتكلمتش في دين، ولكن عايز اقول لك على حاجه. بما ان انا وانت، انا عارف اسمك وانت اسمك واضح ان هو مسلم، يعني انت اسمك مسلم جدا تمام، وانا اسمي علي ومسلم برضو. انا هقول لك على حاجه في الحديث الشريف اللي انت كتبته في اخر المنشور، ان انت عندك يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق. انت افترضت في نفسك ان انت الصادق الذي يكذب وليس سامح حسين، وقلت يؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الامين. طبعا انت الامين، شفت نفسك فرضت فرضيه وافترضت في نفسك
برجاحة العقل وافترضت في نفسك الأولوية والأفضلية في الحديث عن الإسلام وعن الدين وعن الحياة طبعا، وحرمت الراجل ده وحرمتني وحرمت أي ممثل محترم، أي ممثل بيصلي، أي ممثل مؤمن بربنا، وبالذات لو كوميدي عشان ده في الدرك الأسفل من النار طبعا، ده ناقص درجتين كمان عن الممثل العادي اللي بيعمل تراجيديا أو تاريخي. وبقيت أنت اللي مظبوط. أنا شايف بشكل بسيط جدا يعني، لأن فعلا الموضوع كان مهين جدا ويعصب جدا، بكل بساطة افترض حسن النية، بس افترض حسن النية. ولو مش متقبل حقك ما تتقبلش ده وتقول انا اشعر بعدم الارتياح لوجود ممثل هاري الدنيا بوس في الافلام بيتكلم عن حتى لو بالمناسبة من حقه بيتكلم في الدين والموضوع ده مش مريح، حقك، لكن ما تقللش منه، ما تحرموش من حقوقه، ما تحرموش وتضايقه في احد واجباته ان هو بيحاول يعمل حاجة ينفع بيها الناس، ربنا يكتبها له يا رب اضعاف حسنات ويشاركنا معاه اياها يعني. ولا تتكلم على ان في خطه شيطانيه ولا كلام، انت معكش دليل، فتبينوا. شكرا جدا، رمضان كريم. وانا برضو مش هتكلم عن المحتوى بتاع استاذ سامح حسين لان مش ده الموضوع دلوقتي، وانصحكم ان انتوا تتابعوا برنامج استاذ سامح حسين وقولوا لي في الكومنتس انتوا شايفين ايه، هل الراجل عمل حاجه غلط ولا لا. شكرا جزيلا، رمضان كريم. واول حاجه والله بحسن نيه وبصافي وحياه امي اللي ما حيلتي غير رضاها عليا، رمضان كريم على الجميع واولهم صاحب هذا المنشور، لانه اكيد عنده حسن نيه ولكن ما توفقش في المفردات اللي كتبها. شكرا جدا، انا اسمي علي قنديل، السلام عليكم. كات بقى، ربنا يستر.